السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة وفاء عتيد، مهاجرة في سبتة. معطيات متباينة تعيد النقاش حول طريقة تناول الإعلام الإسباني لقضايا الهجرة. رسمت صحيفة البايس الإسبانية صورة لوفاء عتيد التي وصلت سباحة إلى سبتة متم يوليوز كضحية تمنعها من السفر والدراسة وحرية اللباس. وسرعان ما أعادت منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل مسارها الحقيقي إلى الواجهة، فقد كشفت الحسابات الرقمية للشابة نشاطا في عروض الأزياء بقطر، ودراسة في دبي، وتنقلات بين بلدان شتى في مفارقة صارخة مع السردية التي روج لها المنبر الإسباني. وصرحت وفاء عتيد الشابة المغربية البالغة من العمر 28 سنة التي وصلت سباحة إلى سبتة في 30 يوليوز أمام كاميرا البايس بأنها غادرت المغرب فرارا من قيود أسرية مشددة. وزعمت المتحدثة أن عائلتها حرمتها من متابعة تعليمها والسفر واختيار ملابسها بحرية مشددة. بالقول الرجال فقط من يحق لهم التعلم، أما النساء فعليهن لزوم البيت. وحمل الحوار المنشور يوم 19 غشت عنوان "النساء أدنى من الرجال ولن أرتدي الحجاب كما تفرض عائلتي". روت وفاء تفاصيل تزعم فيها حرمانها من الدراسة ورفض والديها انتقالها لمتابعة تكوينها وتقييد تحركاتها، معربة عن رغبتها في التوجه نحو برشلونة للظفر بفرصة عمل، مستندة إلى خبرتها في قطاع الفندقة والمطاعم وإتقانها لغات متعددة. وكان طاقم وكالة رويترز قد استقى شهادتها قبل ذلك بيوم ضمن تحقيق رصد وضعية المهاجرات التي يعيشن في العراء بمحيط مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين بسبتة. تطرقت وفاء هناك إلى مظاهر انعدام الأمن والتحرش الليلي، موضحة تفضيلها البقاء في الشارع بإسبانيا على العودة إلى المغرب بدعوى رفض أسرتها المحافظة. أدرجت رويترز شهادتها في سياق رصد هشاشة المهاجرات، في حين اتجهت البايس نحو زاوية أخرى، محولة وفاء إلى واجهة لما سمته القيود المفروضة على النساء في المغرب. في المقابل، فتح بث الحوار الباب أمام رواد الفضاء الرقمي لتقفي أثرها، وسرعان ما عثروا على حسابات ومنشورات سابقة لدخولها سبتة تعكس واقعا مغايرا لقصة المحاصرة الممنوعة من التنقل. واتقت صفحة عامة على الفيسبوك تحمل اسمها مقاطع مصورة في قطر تظهر في إحداها المعنون بمقابلة مترو قطر، والمنشور في دجنبر 2025 متحدثة بالإنجليزية: "مرحبا، اسمي وفاء من المغرب، جئت لدعم بلدي هنا في قطر". وأظهر منشور آخر مؤرخ في 30 دجنبر وجودها بمدينة لوسيل تزامنا مع نهائي كأس العرب
بين المباراة المغرب والأردن المنظم في 18 دجنبر 2025. وبرز بالتوازي مع ذلك حساب مهني باسمها على منصة لينكدين، إذ يشير إلى متابعتها دراستها في دبي وخوضها تجارب عمل بمؤسسات مختلفة بالمدينة. هذه الوقائع تسلط جانب جوهري غاب عن سردية الصحيفة الإسبانية. فبينما بدت قصة فتاة تمنعها أسرتها من الخروج والتعلم والسفر، تكشف المعطيات مسارا مغايرا للشابة سافرت بين دول عديدة وأكملت دراستها في دبي. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. المرجو الاشتراك في قناة مغرب نيوز من أجل التواصل بأخبار حصرية عن المغرب والعالم. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.